مرحبا يا جماعة. اليوم قصتنا عن ملك مو عادي أبدا، ملك غريب وغامض، حياته كلها أسرار وغرائب. اسمه لودينك الثاني، ملك بافاريا، والناس سموه الملك المجنون. بس صدقوني جنونه غير شكل، مو مثل أي جنون سمعتوه بحياتكم. يا ترى شو اللي خلى الناس يسموه بهذا الاسم؟ خلونا نبلش من البداية. لودين خلق سنة 1845، ومن هو صغير كان حساس زيادة وما بيحب يختلط بالناس. كان يقضي ساعات طويلة لحاله ويعزف على البيانو وبيغني كأنه عايش بدنيته الخاصة. الغريب أكتر إنه ما كان مهتم لا بالحروب ولا بالسياسة، مع إنه هذا الشيء أهم شيء لأي ملك. طيب إذا ما كان مهتم بالسياسة، شو عمل لحتى صار ملك؟ لما استلم الحكم ما اهتم لا بالجيوش ولا بحروب، بالعكس كان كل تركيزه على بناء القلاع الأسطورية وكأنه خارجة من القصص. القلعة فيها غرف ملونة وأضواء ساحرة، كأنك جوا قصة من 1000 ليلة وليلة، وكل غرفة كان فيها موسيقى شغالة طول اليوم حتى لو فاضية، وما كان يخلي حدا يفوت لعنده إلا خدامه المقربين. والأغرب إنه بالليل كان يمشي لحاله جوا القلعة، والحراس سمعوا عزف بيانو من غرف مسكرة وما في حدا جوا. معقول كان فعلا عايش مع أشباح ولا كان سر تاني ورا هالأصوات؟ لودين كان عنده هواية غريبة بالتنكر، أوقات بيلبس لبس صياد أو رحالة ويطلع يتجول بالمدينة وما حدا يعرف إنه هو الملك. المؤخرين بيقولوا كان بده يعيش حياة طبيعية بس بطريقة غريبة. تخيلوا الملك واقف قدامكم بالشارع وانتم ما بتعرفوا إنه هو الملك نفسه. بس السؤال، ليش ملك بكل هالقوة والجاه يختار يعيش حياة سرية وبالليل؟ مع مرور الوقت الناس صارت تقول هذا الملك مجنون، بس الغريب إنه جنونه خلى العالم تشوف تحف فنية وقصور أسطورية موجودة لليوم. كل قصر إله حكاية، وكل غرفة إلها طابع غريب، حتى آلاته الموسيقية كأنها بتحكي أسراره. واللي بيفوت اليوم على القلعة بحس بطاقة غريبة، كأنه الملك بعده عم بيراقب الزوار بابتسامة غامضة. عن جد هذا جنون ولا غرابة؟ بسنة 1886 صار الحدث اللي غير كل شيء. الملك اختفى فجأة مع طبيبه ببحيرة قريبة من قصره وما رجعوا. في ناس قالت غرق، وفي ناس قالت انتقل بمؤامرة، وفي ناس قالت هرب لقصر مخفي وضل عايش بعيد عن العيون. طيب الحقيقة وين؟ هل فعلا مات ولا في سر أكبر مخبى لهلأ؟ اليوم قصور لودينج لساتها واقفة وبتجذب ملايين السياح من كل العالم. كل قصر جوا موسيقى وألوان خيالية، وكل زاوية بتحسس الزوار إنه الملك لسه موجود وعم بيراقب بابتسامة غامضة. والخلاصة، حتى لو قالوا عنه مجنون، هو ترك إرث مليان أسرار وجمال رح يضل عايش للأبد. بس برأيكم كان فعلا ملك مجنون ولا عبقري سبق زمانه؟ وهون يا جماعة منوصل لنهاية قصة الملك الغريب لودينك الثاني. شخص عاش بعالمه الخاص، بنى قلاع ساحرة، وترك إرث مليان أسرار وغموض. وبالرغم من اختفاء الغامض، أصوله وأفعاله لسه بتحكي حكاياته. يمكن يكون اليوم اختفى، بس روحه بعده موجودة بكل زاوية من قلاعه، عم بتراقب وتبتسم بطريقة غامضة، وكأنه بده يضل أسطورته عايشة للأبد. إذا حبيتوا هالقصة لا تنسوا تدعموني بلايك والاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وخبروني بالكومنتات، بتحبوا أجيب لكم قصص غريبة أكتر عن ملوك وحكام عاشوا حياتهم بطريقة ما بتتصدق وغامضة؟ تابعوني وحبوني، ومن لايكاتكم لا تحرموني. مع السلامة.